السلام عليكم يا شباب. انا جاي النهارده اقدم لكم اكله جميله جدا ان شاء الله في خلال 3 دقايق. الاكله دي هي ايه بقى؟ هي الكبده الاسكندراني. بس ما تنساش تعمل اللايك والسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طب زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله المقادير هتبقى كيلو كبده بنقطعه طرنشات ونغسله غسله خفيفه عشان ونصفيه. ومعانا بقى الدقه المحترمه اللي هي عباره عن الثوم والفلفل والملح والبهارات والدقون كده في الهون، دقه جميله جدا. وبعدين معانا بردك البهارات الجميله بتاعتنا، الفلفل والكمون والبابريكا والفلفل الاخضر اللي هو ما تحلاش بكبده الا بيه، ما تحلاش بكبده الا بيه. بعد كده بناخد تلتين الكميه بتاعه الدقه دي وننزل بيها بعد ما حطينا الزيت على النار ونديله الصدمه كده زي ما انتم شايفين. انا عاوز اقول لكم ريحه الدقه لوحدها يعني جميله جدا جدا. وننزل بقى بنص الكميه بتاعت الكبده عشان، ولذلك احنا اخترنا صينيه كبيره شويه لو تلاحظوا عشان الطاسه ما كانتش هتكفي الكميه دي، لان ايه مش مطلوب ان احنا نقلب كتير. بعد كده بننزل ونص الكميه التاني زي ما انتم شايفين كده ونسيبها على النار شويه لحد ما ايه ما تبدا تنشف شويه وتستوي وتاخد حقها. وبننزل بقى بالايه بالبهارات الجميله اللي انتم كنتوا شفتوها في الاول، فلفل والملح والجميل ده. انا عاوز اقول لكم ريحه جميله جدا جدا، ويا ريت كلكم كنتوا معانا احسن من كبده الشوارع اللي احنا بنشمها دي. لان عاوز بقول لكم انتوا ممكن تجيبوا رغيف وتاكلوا كده على الريحه، حاجه يعني جميله. وبعدين بقى ننزل بقى بالفلفل في اخر الموضوع عشان ما ياخدش حراره كتير ويفضل بلونه الجميل عشان يبان اللون الاخضر الجميل اللي فيه. وننزل بقى بعد كده، مش عاوز اقول لكم بقى الطعم والجمال والريحه طبعا. وما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب والجرس، واشوفكم في فيديو جديد.